النهارده هنتكلم على فتنة كبيرة جدا جدا، والفتنة دي يا جماعة هي سبب فشل أي مشروع. الفتنة دي هي سبب لفشل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشد فتنة هي فتنة النساء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن فتنة النساء وقال اللي هي أشد فتنة، وقد إيه اللي الفتنة ديت فعلا بتدمر حياة البني آدم. يعني لو حضرتك بصيت حوالين منك كده أكيد هتلاقي حد يعني في أسرتك أو حد صاحبك أو أي حد من حبايبك حياته كلها اتدمرت بسبب واحدة أو بسبب حب. بصوا احنا ما نقولش ان الحب يعني ايه، هو الحب مش حرام، الحب ده حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، وده بتبقى حاجة في العاطفة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان بيقول سامحني فيما لا أملك، لأن فعلا هو ما كانش بيملك اللي هو يسيطر على الحب دوت. ولما جه توفاها الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم توفاها ايه يعني على حجر ستنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالحب شيء جميل، لكن العاطفة والحب ده شيء يعني بينقلب مش ثابت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي وكان ساجد كان يقول الله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه؟ لأن القلب متقلب، يصبح المؤمن كافر ويمسي الكافر مؤمن. سبحان الله، ربنا يكفيكم شر القلوب السوداوية. عشان كده بنقول يا جماعة خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من الفتنة دي، لأن الفتنة ديت هي كفيلة اللي هي تدمر شباب مصر، وياما دمرت شباب كتير قوي. عايز تحب وتنجح حب بعقل، صدقني عمر الحب بالعقل ما يخسر، لكن هتحب بالعاطفة بتاعتك هتخسر، وهتخسر كتير، وهتتدمر نفسيا، وهتلاقي نفسك رحت في طريق مش بتاعك زي المخدرات. عشان تنسى هتلاقي نفسك دخلت في طريق المخدرات. أنا ليا صديق ليا ده كان محترم جدا، توفاه الله، مات بسبب حاجة زي كده. كانت مراته يعني الحب الحلال. دايما اللي بيبحث عن الحب الحلال ربنا بيكرمه، بس دوت بقى ايه، كان بيحب واحدة، وحسب ما سمعنا اللي هي كانت جميلة جدا، لأن والدتي كانت صاحبة والدة زميلي دوت، اللي هي كانت جميلة جدا جدا، وكانت بنت عمه كمان، وجت سابته وخدت، وكان مخلف منها عيالين وخدت عيالها هو للأسف عشان بيحبها حب شديد جدا وحب كبير جدا. ايه اللي حصل؟ من كتر حب ليها للأسف الشديد عمل ايه؟ راح شرب مخدرات، ولما جه بعد كده شرب مخدرات وصل بيه الحال اللي هو شرب اللي هو يعني شد بودرة، وبعد كده ياخد حقن ماكس، بعد كده جاله الإيدز وتوفاه الله. بسبب ايه؟ بسبب الحب. ومراته دي عادي خالص ولا في الدماغ، راحت اتجوزت مرة والتانية والتالتة. اوعى تدمر حياتك بسبب النساء، اوعى. خليك راجل كده، خليك راجل وخليك عندك قرارات. عمرك ما تبقى يعني راجل، ويعني حاول ان انت تحب عقلك. العاطفة ركنها على جنب، لان العاطفة دي هتخسرك حاجات كتير قوي، وهتخسرك نفسك، ودي اول حاجة هتخسرها. خلي بالك. تحياتي للجميع.